أيها المشاهدين الكرام، أهلا بكم مرة أخرى إلى المتحف طاجكستان الوطني. نحن الآن نواصل الجولة في متحف طاجكستان الوطني في قسم التاريخ القديم وعصور الوسطى. وكما نحن نعرف، بعد العصر الحجري تبدأ في الحياة البشرية عهد البرونزي، وكانت أعظم تطور في الحياة البشرية هو اكتشاف البرونز. البرونز هو يحصل من الاختلاط القصديري والنحاس. ولدينا في متحف طاجكستان الوطني خصصت القاعة صغيرة لعهد البرونزي والآثار أو المواقع الأثرية التي متعلق بهذه الفترة. قد اكتشف العلماء الآثار المواقع الأثرية التي متعلق بعهد البرونز من منطقة جمهورية طاجكستان كثيرة جدا، وأقدم من هذه الآثار هي مدينة سرازم. كما ذكرنا، مدينة سرازم تقع في قسم شمال طاجكستان في ولاية السوغد، وتعود تاريخها إلى 5500 عام قبل الميلاد. وفي سنة 2010 سجلت في قائمة منظمة العالمية للتراث يونسكو. وجدير بالذكر أن أول شيء الذي وجد من مدينة سرازم هو فأس البرونزي، ونحن الآن نرى هنا الفأس البرونزي. وهذا الفأس وجد من قبل أحد من سكان المحليين باسم أشورالي تايلونوف. وبعد وجد هذا الفأس، عندما وجد أشورالي تايلونوف هذا الفأس وقدمه لعالم الآثار عبد الله جان إسحاقوف. وبعد وجد هذا الفأس قد بدأ أول بحوث الأثرية أو الأول اكتشافات الأثرية في موقع سرازم. وكذلك اكتشف العلماء من مدينة سرازم الآثار أو الأدوات التي كان يستخدمون الناس في تلك الفترة كثيرة. مثلا نحن نرى نموذج من الأدوات التي كان يستخدمون الناس في تلك الفترة في هذا القسم. مثلا نحن نرى هناك الرؤوس السهام البرونزي، وكذلك السكين، وهذا الشوكات البرونزي، والإبر البرونزي. كل هذه الأدوات مصنوعة من البرونز. وفي عهد البرونزي الإنسان كان يستخدم كل هذه الأدوات في حياتهم اليومية. وتبلغ مساحة مدينة سرازم أكثر من 100 هكتارا، واكتشف العلماء 1 هكتار منه فقط حاليا. وفي نتيجة البحوث الأثرية اكتشف العلماء كثير من الأدوات التي مصنوعة من الحجارة. وجدير بالذكر أن لو كان عهد البرونزي، ولكن كان يستخدمون الأدوات الحجرية في هذه الفترة. كما ذكرنا، اكتشف العلماء من موقع ثرث كثير من الأدوات الحجرية. وفي هذا القسم نحن نرى الأحجار التي صنعت بأشكال متعددة. والعلماء الآثار يعتقدون أن هذه الأحجار كانوا يستخدمون في تخريب الجدران أو الحيتان. كما ذكرنا، على الرغم أن كان عهد البرونزي وكان يستخدم الأدوات الحجرية كثيرة، وفي هذا القسم نحن نرى نموذج من الأدوات الحجرية. مثلا نحن نرى هناك الرؤوس السهام مصنوعة من الحجارة القديمة. وكذلك في هذا القسم نحن نرى نموذج من الأدوات الحجرية. وكذلك نحن نرى هناك نموذج من الإبر العظم، صنعت من العظام الحيوانات، وكان يستخدمون في مجال الخياطة أو النسيج. وأهم شيء الذي اكتشف العلماء من مدينة سرازم هي هذا، نحن نرى هذا حجر الأسود. وعن هذه الحجر العلماء يعتقدون أن كان هذا الحجر رمز السلطة في عهد البرونزي. الملوك أو الأشراف السرازميين كانوا يأخذون هذا الحجر، يأخذون في عظامهم في أيديهم، وهذا كانت نموذج من الرموز السلطة في تلك الفترة.
وجدير بالإشارة أن في زمن الاستقلال كانت مدينة السرازم تحت الرعاية حكومة جمهورية طاجيكستان، وخاصة تحت الرعاية مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن. وفي هذه الصورة نحن نرى في سنة 2005 سافر فخامة الرئيس إمام علي الرحمن إلى مدينة السرازم، وأمر بعلماء الآثار لكي أن تكتشف كل أدوات كل آثار القديمة الطاجيكية من تحت الأرض. وفي هذه الخريطة نحن نرى العلاقات الدولية بين السرازميين والدول الأخرى. يعني في تلك الفترة كانت تطورت العلاقات يعني خارجية بين السرازميين ودول أخرى. وفي هذا القسم أيضا نحن نرى نموذج من الأدوات التي اكتشف العلماء من مدينة السرازم القديمة. مثلا نحن نرى هناك الآنية فخارية، وكان يستخدمون لأخذ النموذج من العطريات والمائعات. وكذلك في هذا القسم نحن نرى نموذج من الأدوات التي يستخدمونه الناس في مجال الغزل والنسيج. وفي هذا القسم نحن نرى الطبق الذي صنع من حجر مرمر. يعني هذا تدل على أن قد كان تطور النموذج من الحجارة الكريمة أيضا في هذه الفترة، يعني في عهد البرونزي. وكل هذه الأشياء يعني تعود تاريخ كل هذه الأشياء إلى ألفية الرابعة والثالثة قبل الميلاد. مشاهدينا الكرام، كما ذكرنا كانت تبلغ مساحة مدينة سرازم أكثر من 100 هكتارا. وفي هذه الصور نحن نرى النموذج من مدينة سرازم ما بقي حتى الآن. وحتى الآن يعني العلماء الآثار يعملون ويحفرون ويجدون الآثار التاريخية من مدينة سرازم. وجدير بالذكر أن في مدينة السرازم قد كانت تطورت الزراعة أيضا. وفي هذه الصورة نحن نرى نموذج من جمع الحساد في مدينة سرازم. وهذه الصورة يعني قد صورت من قبل أحد من مصورين الطاجيك، يعني دالير مهتاجوف. وفي مدينة سرازم وأيضا تطورت الفن الفخاري. وأحد من اكتشافات النادرة في مطف طاجيكستان الوطني هي هذه الآوان فخارية. وهذه الآنية قد نقشت بألوان متعددة، يعني وفي تلك الفترة كان يأخذون الماء في داخل هذه الأعوان. وكذلك في هذا القسم نحن نرى الأقسام الآنية المكسورة المنقوشة قد نقشت بألوان متعددة بألوان جميلة. وفي هذا القسم نحن نرى قسم من أقسام الجدران وعليها تصوير سواستيكا أو كما في بعض المصادر يقولون الصليب المعقوف. يعني هذا الرمز كان الرمز للشعب الآريين في تلك الفترة. وفي هذه الصورة نحن نرى السرازميون كانوا يشتغلون بصناعة الأدوات العمل وكذلك بصناعة الآنية الفخارية. يعني هذا يدل على أن في مدينة السرازم كانت تطورت نموذج الفنون مختلفة. وأهم شيء الذي اكتشف العلماء من مدينة سرازم هي قبر من ملكة سرازم. يعني في نتيجة بحوث الأثرية اكتشف العلماء من مدينة سرازم قبر من قبور غريبة، وكانت في داخل القبر قد دفنت المرأة بهذا الشكل كما أنتم ترون في هذه الأمثلة. وكان السرازميين كانوا يعتقدون أن كما ينشأ الطفل في بطن أمه هم كانوا يدفنون أمواتهم بذلك الشكل. وعندما عينه العلماء كانت ملابس هذه المرأة مصنوعة من الحجارة الكريمة، وكذلك كان في أيديها الأصابر مصنوعة من الحجارة الكريمة، وكذلك كان في قسم رأسها قد وجد العلماء تاج، وكان ذلك التاج مصنوعا من 40 قطعة ذهبية.
والعلماء يقولون يعني هذه المرأة ما كانت مرأة عادية، بل كان إحدى من النساء الأشراف. وكل أدوات التي اكتشف العلماء من قبر ملكة سرازم نحن نستطيع أن نرى في هذا القسم شكلهم الأصلي. وفي هذا القسم نحن نرى هذه المرآة مصنوعة من البرونز، وهذه الأصاور، وهذا تماثيل الأصنام صغيرة، وكذلك كل هذه الأدوات لزينة مصنوعة من الحجارة الكريمة. كل هذه الأشياء يعني وجد من قبر ملكة سراز من قبل علماء الآثار، وتعود تاريخ كل هذه الأشياء إلى ألفية الرابعة والثالثة قبل الميلاد. أيها المشاهدون الكرام، هذا كان معلومات عامة عن مدينة سرازم والاكتشافات التي كانت في مدينة سرازم. وإن شاء الله في قاعات أخرى نحن نتحدث حول الفترات التاريخية الأخرى. كونوا في بيوتكم وكونوا معنا.